يا جماعة تخيلوا كده لو رجعنا بالزمن من الأول. الذكاء الاصطناعي بدأ بفكرة بسيطة جدا: ازاي نخلي الكمبيوتر يفكر أو يحل مسائل زي الإنسان، وده اللي سميناه AI Artificial Intelligence. في الأول كان الذكاء الاصطناعي محدود جدا، يعني مثلا برنامج بيلعبك شطرنج أو نظام يتعرف على صورة قطة وكلب. هو ذكي بس في حاجة واحدة بس ما بيعرفش يعمل غيرها، وده بنسميه نارو اي الذكاء الضيق. لكن مع الوقت ظهرت طموحات اكبر. احنا كبشر قلنا طب ليه ما نخليش الآلة تفكر زي الانسان، تتعلم لوحدها، تفهم اي حاجة، تحل مشاكل جديدة من غير ما نعلمها كل مرة. وهنا بقى الحلم اللي اسمه AGI Artificial General Intelligence. الآجي هو الذكاء الاصطناعي العام، يعني عقل كمبيوتر قادر يعمل زي عقل إنسان، يفكر، يتعلم، يتكيف ويبتكر. مش مجرد أداة، لأ، ده هيكون زمايلك اللي بيفهمك في كل المجالات. بس القصة مش هتقف هنا، لأن في مستوى أبعد بكتير، وده اللي بيسموه ASE Artificial Super Intelligence. تخيل كده، عقل أذكى من أذكى إنسان عاش على الأرض، آلات تقدر تحل مشاكل معقدة في ثواني، تطور نفسها بسرعة خيالية، وتوصل لاكتشافات علمية يمكن البشر كانوا محتاجين لها قرون. وطبعا هنا بتيجي الأسئلة الكبيرة: هل الإيزي هيكون سبب نهضة جديدة للبشرية، ولا ممكن يتحول لخطر يهدد وجودنا لو خرج عن السيطرة؟ القصة دي من ال AI العادي اللي بدأنا بيه، لحد حلم الأجل، وبعدين مرحلة ال LS اللي لسه ما وصلنا لهاش. لكن العلماء شايفين إنها جاية أسرع مما نتخيل. يعني رحلة الذكاء الاصطناعي من A لحد Z هي رحلة مش مجرد تطور في التكنولوجيا، دي رحلة بتغير معنى الذكاء نفسه.